صباح الخير. أصدق الحب دعاء في ظهر الغيب، أما الذي تتذكر معه أحزانك بوجه ضاحك فذلك عزيز الروح، ولا يكفي أن تقول عنه صديقي. صباحكم دائما أحلى صباح، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. تعرفي شو يعني طاقة الانتظار بالحياة؟ يعني إنك تعيشي وكأنه حياتك مو إلك، وكأنها رح تبدأ بس بعدين، لما يجي الشخص المناسب، لما تتحسن الظروف، لما تتغير نفسيتك، لما تصيري جاهزة 100%، لما يجي خبر يريحك. بتبان بعبارات صغيرة مثل خليني انتظر شوي، لما يصير كذا ببدأ بكذا. وأخطر شي فيها إنها بتسرق منك العمر بدون ما تحسي، مو لأنك ما عم تعملي شي، بس لأنك عم تعيشي بنص قلب ونص حضور ونص حياة. الانتظار بيخليك تركزي على اللي ناقصك، وتقارني حياتك بغيرك، وتعلقي سعادتك على شي برا سيطرتك، وتصيري كل يوم متعلقة بين أمل وبين خيبة. غالبا بتجي من 3 جذور. أول نقطة الخوف، خوف تخسري، خوف تغلطي، خوف تتألمي، فبتفضلي باللا قرار لأنك اعتدتي عليه. 2 احتياج عاطفي عالي، تنتظري شخص يكملك بس لأنك تعبانة من الوحدة. 3 صدمات خلتك ترتبطي بالأمان بوجود أحد، مو بالأمان المرتبط بالله عز وجل وبمعنى وجودك أنت هون بالحياة. كيف تعرفي إنك عايشة بطاقة انتظار؟ إذا بتحسي حياتك واقفة بس الوقت ماشي، أنا جاهزة بس ما أخذ ولا خطوة واضحة، قلبي معلق بشي أو بشخص وعقلي مستنزف دائما، مستنية شي يغيرني بدل ما أنا أغير حياتي. هذا اسمه انتظار داخلي مو ظرف خارجي. شو العلاج الحقيقي؟ مو انك تبطلي تنتظري، لانه الحياة فيها انتظار طبيعي. العلاج انك ما تخلي هذا الانتظار يكون هو نمط حياتك، وانت واقفة بنفس المكان بدون مبادرة او بدون عمل للأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى. İşimizi görür. Nasıl?